فاكر اسمها كمية العالم اللي بتوصل عندي مع تشخيص بايبولر وضمن منه بايبولر توصل لأنه مجرد ما أنا بقول شوي مفيش تطورات يعني في واحد بيقدروا يشوفوه بالصدق ومبسوط يشوفوه زعلان الصبح بعد دور الأخرين منيح بعد صار مبسوط أوتوماتيكلي صار ليه نفس الشيء بيفرق كيف إنسان عنده خوف بس الخوف عنده فوبيا والهلع كمية غير كمان عن الفوبيا والتخوف التخوف في الخوف الطبيعي اليوم اليوم إنسان بخاف من الأخير في كثير أشخاص مثلا أكثر خوف أنا دراسات أكثر الأخير مش الفوبياز هي الخوف من الأكل والخوف من الموت هو أكثر من لما تسأل الناس بتسأل شو اللي يخوفكم وثالث الناس بتقول لك لما تحكي عن الفوبيا صارت خوف غير مبالغة الفوبيا ما بتجي من غير ما يكون في حادثة بين يعني أنا مش ضروري أكون في تجربة كان فيها موت أكون خايف بس ليكون عندي فوبيا يكون عندي تجربة سيئة واستمر عليها خوف المبالغة خوف من أشياء ما تتوقع يعني ما تخطر على في عندنا شيء مثلا أكثر فوبيا هي خوف من الموت يشرب إذا جيب سيرة البحر بلاش مشان الخوف يمكن الكفوف صار شيء غير الماء صار يصير أول الماء يعملوا كثير يتحملوا بالأنصار اليوم يعني قديش شيء بسيط كلنا كنا بنستعمل في الماء يكون كان أساسي في الجسم هاي الحالات مثلا حالات مرضية الظروف بيشرب الجسم ففي كثير فوبياز ما بتخطر على البال اللي احنا بنروح مثلا الفوبيا من الأصوات العالية في فرق يعني أنا من الأشخاص اللي أنا عن الخصوصية وشغل كبير على الموضوع اللي بيأثر شوي لما نحكي عن الخوف والأصوات العالية في فرق بين مثلا الطوش والزعج وبين الفوبيا بين الأشخاص اللي بيصير أصوات عالية تجيهم مثل عوائد والإلهام أنا نحكي عن الأشياء ونحكي عن عوائد بس سؤال فذلك المفروض يكون في حادثة صارت بالأشخاص الحادثة اللي صارت بالأشخاص ضروري تكون بعمر معين يعني لازم يكون واعي عن هذا الموضوع أو ممكن يكون صار حادثة معينة عن نقل وفجأة خلق سؤال كثير أكثرية الاضطرابات النفسية والحالات المرضية هي مسؤولة من التروما لازم تكون صارت عند المرأة أو الطفل. الفوبيا صعب شوي. الفوبيا دور شخصية الشخص اللي راشد قادر يحدد بطريقة منطقية حتى لو صار طريقة أو صار سهل على عمره يقدر يحللها بطريقة منطقية وبالتالي بتخفف بأنه هذا الخوف يتطور لخوف. يعني الإنسان اللي بيفكر بطريقة عاطفية وأنا مش عارف الرجال وأنا مش دايما بفكر بطريقة عاطفية أكثر من الرجال كتير مفهوم خاطئ بالعكس بشوف الفوبيا أكثر عند الرجال من النساء. الشخص اللي بيفكر أكثر بطريقة عاطفية عنده استعداد أكثر لهذا الخوف يتطور. فأنا بشوف ضرورة دائما بالفوضى والكلمة اللي بتصير فيها وبس